السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. معكم قناه اسرار الطبخ، دائما في اطار تحضيرات الشهر الكريم. اليوم غنقترح لكم سلو كيجي اكثر من رائع شكلا وقواما ومذاقا، ما تشبعوش منه، معتمد عندي منذ سنين. نتمنى يروقكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. تابعوني باش تعرفوا على طريقه التحضير. نبداو على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير. عندي في المقادير قبصة ملح، جبانية صغيرة ديال الكاوكاو محمر ومحيدلو القشور، 2 معالق من حبة حلاوة محمرين ومطحونين، 2 معالق كبار من النافع محمر ومطحون، و2 معالق من القرفة. وباقي غادي نطحن في كأس الخلاط الكهربائي اللوز والنافع وحبة حلاوة بالزيت اللي قليت بها اللوز، جبانية صغيرة ديال الجنجلان محمر، جبانية كبيرة ديال السكر كلاصي وكيبقى السكر حسب الذوق، جبانية ديال اللوز مقلي، نصف كيلو من زريعة الكتان محمرة ومطحونة، كيلو من الجنجلان محمر ومطحون، كيلو من كاوكاو محمر ومطحون، في خلاط كهربائي استعملت الزيت اللي قليت فيها اللوز وطحنت فيه نصف كيلو من اللوز المحمر والنافع وحبة حلاوة. هذه هي كمية الزيت اللي بقات ليا اللي قليت فيها اللوز، غادي نجمع بها سلو. عندي تقريبا 2 كيلو ديال الدقيق ديال الحلويات، حمرته وغربلته. غنوضع عليه الجنجلان المحمر والمطحون، غنضيف كاوكاو المحمر والمطحون، غنضيف زريعة الكتان المحمرة والمطحونة، غنضيف القرفة وحبة حلاوة والنافع، غنحاول نمزج الخليط واخا القصعة ما مساعدانيش. غنضيف جبانية ديال السكر كلاصي، ما تنساوش تغربلوا سكر كلاصي. بعد ما كنكون مزجت جميع المكونات كنصب عليهم خليط اللوز وحبة حلاوة والنافع اللي طحنته
في الكأس ديال الخلاط الكهربائي. غنحاول نعجن الخليط واخا القصعه ما مساعدانيش، وغادي نردو من بعد غتشوفوني غادي نردو في البانيو باش نكمل العجينه ديالو في البانيو. بعد ما كنعجن السلو مزيان في البانيو كنضيف ليه الكاوكاو اللي حمرته وحيدت له القشره، وكنضيف ليه الجنجلان. كنستمروا في عجن السلو، كل ما عجنا سلو مزيان كيجينا ألذ وكيجي القوام ديالو معلك. لتعم الفائدة بارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم، وانضموا لحسابي أسرار الطبخ باش يوصلكم دائما جديد الوصفات والشهيوات اللي كنقدم لكم. هذا هو القوام ديال السلو، كيجي أكثر من رائع وأحسن بكثير من اللي كتشريو من المحلات. على الأقل عارفين شنو دايرين فيه، دايرينه في المنزل، يعني نقي وعارفين شنو فيه. حتى لهنا وصلت معكم لآخر مرحلة في الفيديو. كنجدد الترحاب بالناس اللي انضموا ليا جدد، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. نتمنى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو باش نعرف ان المحتوى نال الاعجاب ديالكم. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنضرب لكم موعد جديد في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.